ابدأي باللي بيوجعك. المشكلة الثالثة ان ممكن يكون عقلك برمج على فكرة ان انت بتبدأي وما بتكمليش، فخلاص هو رسم صورة جواه ان انت فاشلة. انت عارفين ان في ناس بيجولي قبل ما يبدأوا، بص يا دكتور انا ببدأ الحاجة انا عارفة ان انت هتقولي هعمل اللي انت هتقولي لي عليه وشويه كده ومش هكمل. يا حبيبتي ده ظن، انت حاطه ظنك ليه كده؟ يعني ليه الظن ده في دماغك؟ طب ما تقولي ان شاء الله هكمل، ان شاء الله ربنا هيعيني. فممكن يكون مع التكرار. طب اعمل ايه بقى؟ رقم واحد وده مهم جدا جدا جدا، حددي هدف واحد فقط وبصدق. يعني ايه بصدق؟ يعني يكون نيتك فيه ربنا، مش عشان الناس ولا اثبت نفسي ولا اثبت مش عارفه ايه، عشان تقابلي بيه ربنا وبصدق. اقعدي مع نفسك ورقه وقلم النهارده واكتبي ده. طب يا دكتور ابدا بايه يعني تعالي قولي لي كده. ماشي انا هقابل ربنا وكل حاجه، نصيحة مني ابدأي باللي بيوجعك، هتخرجي منه برسالتك. رقم 2 وده مهم جدا، ابتدي تدريجيا، ده اهم خطوة. ليه؟ لان انت لما بتبتدي بالراحة عقلك ما بيبقاش مخضوض، بيصدق ان انت بتقدري تنجحي وبتحققي. فتدريجيا كل اسبوع دخلي حاجة اتقل شوية، بعد اسبوع حاجة اتقل شوية بشوية. المهم ان انت تبني عادة ان انت كل يوم في خطوة واحدة جديدة. رقم 3 لازم صورة هدفك تكون في خيالك متبرمجة وعايشاها وحاسة بيها.